حكايتنا النهاردة حكاية تاريخية شوية، بس ممتعة ومشوقة جدا. هنتكلم عن شخص قدر يستغل اختلاف ثقافته ولغته في انه يحقق انجاز ونصر عظيم لوطنه. النصر ده لسه راسخ معانا لحد دلوقتي، ملحمة بتعكس يعني ايه مصر متعددة الثقافات. النهاردة هنتكلم عن السول احمد ادريس. السول أحمد إدريس صاحب فكرة شفرة اللغة النوبية اللي حيرت اليهود في حرب أكتوبر. بدأت استخدام اللغة النوبية في حرب أكتوبر كفكرة جات لمجند نوبي بقوات حرس الحدود اسمه أحمد محمد أحمد إدريس، واللي لقى إن الرئيس السادات بيدور على آلية يتغلب بيها على أزمة فك الشفرات في الحروب. بعد ما مسك الرئيس السادات بثلاث اشهر كل ما يبعتوا اشاره الجيش الاسرائيلي كان بيفك الاشاره. بناء على كده جه رئيس السادات بعت للجيوش في دون حكايه الاشارات ده. جه قائد اللواء ورئيس الاركان قاعدين معاه في العربيه بيحكوا الرئيس عاوز يقول لك الاشارات واحنا هنعمل ايه في الاشارات مش عارف ايه. هما بيحكوا انا ابتسمت كده ضحكت شويه. لما ضحكت قال لا انت بتضحك ليه؟ قلت له حاجه سهله انتوا عاملين صعب ليه؟ قال لي سهله ازاي؟ قلت له بكلم باللغه النوبيه. قال لي ايه اللغه النوبيه؟ قلت له اللغه النوبيه ده لهجه ملهاش حروف. الارسال نوبي واستقبال نوبي، هستقبل بالنوبي هكتب بالعربي. رئيس الاركان اتصل بالرئيس السادات قال له احنا لقينا الحل. قال له الحل ايه؟ الحل اللغه النوبيه. مين قال لكم الكلام ده؟ قال لنا في شاويش قال لنا الكلام ده. قال لي اعتبر ده كلام ده سر للغايه، وبكره جيبوا الشاويش اللي قال لكم الكلام ده مكلبشينه بالحديد. وقال وصلت مقر أمني لمقاولة الرئيس أنور السادات، وانتظرت الرئيس بمكتبه لحد ما ينتهي من اجتماعه مع القادة. ولما شفته كنت برتجف من الرعب والخوف، لأنها كانت المرة الأولى اللي أشوف فيها رئيس مصر. لكنه ابتسم لي وهدأ من قلقي وقال لي فكرتك ممتازة، بس ازاي ننفذها؟ قلت له لازم يكون في جنود بيتكلموا النوبية، ودول موجودين في النوبة، بس عليه ان يستعين بأبناء النوبة القديمة وليس نوبيين 1964، وهم اللي نزحوا بعد البدء من بناء السد العالي عشان هم ما بيجيدوش اللغة النوبية. رجعت بعد اجازه لقيت في جواب جاي من قياده الجيش يحضر الرقيب احمد محمد احمد ادريس بكامل مهماتي ولا قياده الجيش. رحت بقى قياده الجيش في صحراء سيناء. دخلنا في معسكرات بتاع العدو. كان شغلتنا هناك ايه؟ نجيب عدد المركبات الموجوده في المنطقه. الرئيس عمل لنا محطات، قال لك سموا المحطات بايه؟ اسماء نوبيه. مع كل واحد فيه واحد نوبي، مع رئيس العمليات، مع قائد اللواء، مع الكتايب، مع الفصائل، كل واحد فيه كان نوبي. قعدنا لحد ما دخلنا الهجوم كله بالروتين. كل الكلام كان بايه؟ لغه نوبيه. وتم تدريب الجميع، وذهبوا كلهم وقتها خلف الخطوط لتبليغ الرسائل بداية من عام 1971 وحتى عام 1973. وكمل إدريس وقال إن السادات طلب منه عدم الإصفاح عن هذا السر العسكري، وهدده بالإعدام لو قال لحد، مضيفا إلى إن الشفرة دي استمرت متداولة حتى عام 1994. بعد كده خلاص قال لي ايه؟ همشي كلامك. قلت له بس طالما سيادتك هتمشي كلامي. قلت له عاوز تجيب الناس النوبيين اللي هم القدام اللي تربوا بلاد النوبة القديمة. قال لي الكلمة ده أقرب الناس إليك ما تقولهمش. اللي يعرفوا دلوقتي في الجيش كله 5 صنفار. السر ده لو طلع حاكمكم هدركم بالنار. وقال كمان لقد كانت كلمة أشرية هي الكلمة الأشهر في قاموس الشفرات النوبية بحرب أكتوبر، ومعناها العربي اضرب، وجملة ساعة أو تعني الساعة الثانية. وكانت كافة الوحدات بتتلقى كلمة أشرية وكلمة ساعة أو بمعنى بدأت ساعة الصفر، عشان الكل ينطلق، كل واحد في تخصصه، يقهرون المستحيل ويحققون الانتصارات اللي بنحتفل بيها مصر والعرب بذكراها كل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية
لما قدمه من خدمات جليلة من أجل الوطن. وبكده تكون حكايتنا النهاردة خلصت. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.